صباح الخير أو مساء الخير عليكم حبايبي أصحاب مواليد برج الجدي. هنشوف دلوقتي توقعاتك، هنشوف ايه الأخبار عندك، هنعرف الطاقة بتاعتك. انزلوا باللايك الجميل، ولو أول مرة بتنور قناتي اشترك بالقناة، فعل الجرس على الكل عشان يوصلك مني دايما كل جديد بقدمه. طبعا حبايبي القراءة دي بتكون قراءة عامة، يعني مستحيل تنطبق مع كل الناس، ولكن بتنطبق مع الجنسين رجل وامرأة ولجميع الأعمار. حبايبي الغاليين، تاريخ مواليد برج الجدي بتبدأ من 22 ديسمبر لحد 19 يناير. برج الجدي هو برج ترابي منظم صبور، دماغه دايما بتشتغل حتى لو باين عليه انه ساكت. النهاردة يا جدي يومك مليان طاقة مختلفة، يوم فيه مزيج من التحدي والتفكير العميق، وفي حاجات بتتغير حواليك وانت مش فاهم لسه بتروح على فين. النهاردة القمر في بيت العاطفة عندك يا جدي، وده مخلي قلبك حساس زيادة عن اللزوم، حاسس انك محتاج اهتمام اكتر من الحبيب بس مش قادر تقول. بتحاول تبين قوي بس جواك في ضعف بسيط محدش شايفه. في ذكريات بتعدي في بالك النهاردة، خصوصا من شخص كنت فاكر انك نسيته. لو انت في علاقة في احتمال يحصل سوء تفاهم بسيط، بس هيعدي بسرعة لو اتكلمت بصراحة. اما العزاب من مواليد الجدي فالفلك بيقول ان في شخص بيراقبك بعيونه، مش قادر يعبر لكنه متأثر بيك جدا. الكلمة الحلوة منك النهاردة ممكن تفتح باب جديد للعاطفة. برج الجدي القمر داخل برج العقرب، وده عامل شوية توتر على أعصابك يا جدي، بس وجود زحل حاكم كوكبك في وضع داعم ليك بيخليك تمسك زمام الأمور في الشغل. ممكن تحس إنك مرهق خصوصا بعد الظهر، بس حاول ترتاح شوية قبل ما تاخد أي قرار مهم. النهاردة في طاقة عالية للإنجاز، بس خليك حذر من التسرع. الشمس بتديك لمسة حظ في المال والعلاقات المهنية، خصوصا في آخر اليوم. في الشغل يوم في مسؤوليات تقيلة، بس كمان في فرص حلوة. ممكن تسمع خبر عن ترقية أو تعديل في وضعك المالي، خصوصا لو كنت منتظر نتيجة. في دعم من شخص كبير في السن أو مدير بيقدرك في الخفاء، بس خلي بالك يا جدي من شخص بيحاول ياخد مجهودك وينسبه لنفسه. لو عندك مشروع خاص الفلك بيقولك ركز النهاردة على التفاصيل الصغيرة، هتفرق جامد في المستقبل. الفلوس ماشية بالعقل مش بالعاطفة، فما تتأثرش بكلام الناس. لو بتفكر تبدأ حاجة جديدة خليك متريث شوية، الأيام اللي جاية أوضح. برج الجدي انت النهاردة واضح وعملي أكتر من أي وقت، بس برضو حساس زيادة. ممكن تلاقي نفسك بتبعد عن ناس معينة من غير سبب ظاهر، بس إحساسك صح. فيه طاقة حسد حواليك، والفلك بينصحك انك تقلل الكلام عن نجاحاتك. خليك بسيط في ردودك، وخد بالك من شخص بيضحك في وشك ومش بيحب لك الخير. في كمان شخص من برج الجوزاء او الميزان بيحاول يستفزك، بس ما تدلوش الفرصة. وفي المقابل برج العذراء والدلو جنبك النهاردة، وبيساعدوك او يعني بيقولوا لك كلمة حلوة ويشجعوك. برج الجدي الطاقة حواليك متقلبة، خصوصا في آخر اليوم. في عين مركزة عليك بسبب إنجاز أو علاقة جديدة. حاول تبعد شوية عن السوشيال ميديا أو تقلل من نشر تفاصيلك. كمان يا برج الجدي الفلك بيقولك إنك محتاج تحصين لروحك. كل ما تبعد عن الطاقات السلبية هتحس براحة غريبة على آخر اليوم. القمر في العقرب والشمس في العقرب برضه، وده بيحطك في دايرة اكتشاف جديدة عن نفسك. ممكن تلاقي سر كان مستخبي بيتكشف، أو حد كان بيلعب على اتنين بينكشف قدامك. لكن وجود زحل في وضع إيجابي بيحميك من الخسارة. النهاردة مناسب للتفكير مش للمواجهة. لو في مشروع أو خطوة مالية خليك حكيم، وخلي قراراتك مؤجلة لبكرة بإذن الله.
برج الجدي الحبيب النهاردة مشغول أو متوتر، بس بيفكر فيك أكتر مما تتخيل. في احتمال تلاحظ تغير بسيط في طريقته أو نبرته، وده بسبب ضغط مش منك. في شخص بيحاول يراقب العلاقة من بعيد، برج الأسد أو الميزان بنسبة كبيرة. الحبيب ممكن يكون بيتعرض لضغط من الناس أو أهل، فخليك صبور يا برج الجدي. لو حصل بينكم سوء تفاهم، رسالة بسيطة منك ممكن تغير كل حاجة. وبعض مواليد برج الجدي، البعض منكم ممكن يستقبلوا رسالة غير متوقعة في آخر اليوم، فيها لمحة أو شوق أو عتاب. رسالة الفلك ليك يا برج الجدي، الفلك بيقولك اوعى تستسلم لتعبك. التعب ده باب فتح ليك، مش نهاية الطريق. وما تسمعش صوت الشك، اسمع صوت إحساسك الداخلي، هو اللي دايما بيقودك للصح. النهاردة يوم كشف الحقائق، حتى لو وجعتك شوية هتريحك بعدين. اللي راح مش خسارة، واللي باقي هو الخير الحقيقي. وكمان خلي قلبك دايما صافي رغم كل اللي حواليك، لأن ده سر قوتك يا برج الجدي. ودلوقتي حبايبي وصلنا لتوقعات الفلك للجميلة امرأة برج الجدي. الفلك بيقولك انت النهاردة جذابة جدا بطريقة غريبة، كل الناس ملاحظين حضورك، حتى اللي بيغيروا منك مش قادرين يخبوا ده. بس خلي بالك من التعب الجسدي أو الصداع في آخر اليوم. في حيرة بين القلب والعقل، بس الفلك بيقولك اختار اللي يريحك مش اللي يرضي الناس. ولو في عندك علاقة هتوصلي لمرحلة وضوح جميلة قبل نهاية الأسبوع. ولو انت عزباء، في حد بيدخل حياتك بهدوء، راقبيه بس ما تندفعيش بسرعة. أما توقعات الفلك لرجل برج الجدي، الفلك بيقولك انت النهاردة عندك طاقة عمل قوية جدا، بس مخنوق من حاجة مش قادر تقولها، يمكن ضغط نفسي أو خيانة ثقة. في حد من الماضي ممكن يرجع يعكرك، بس انت أقوى من كده بكتير. الفلك بينصحك تاخد بالك من قرارات المال والشراكة. في الحب والعلاقة هتبان انك جامد قوي، بس الحقيقة انت محتاج حضن وأمان وكلمة حلوة. على آخر اليوم هيوصل لك إحساس بالراحة لما تسمع خبر بسيط هيفرحك. ودلوقتي حبايبي وصلنا لفقرة توافق برج الجدي مع باقي الأبراج. برج الجدي مع الحمل في شد وجذب بس احترام متبادل، نسبة توافق 60%. الجدي مع الثور تفاهم عالي جدا وطاقة استقرار، نسبة توافق 95%. الجدي مع الجوزاء اختلاف في التفكير، حاول تتجنب النقاش، نسبة توافق 40%. الجدي مع السرطان حب ودفى ومساندة، نسبة توافق 85%. الجدي مع الأسد إعجاب من بعيد بس غيرة قوية، نسبة توافق 55%. الجدي مع العذراء توأم الروح، يوم مثالي بينكم، نسبة توافق 98%. الجدي مع الميزان التوازن صعب النهاردة، نسبة توافق 45%. الجدي مع العقرب عمق في المشاعر وتفاهم في الإصرار، نسبة توافق 75%. الجدي مع القوس في تردد بينكم النهاردة، نسبة توافق 50%. الجدي مع الجدي تفاهم تام لو في حب صادق، نسبة توافق 100%. الجدي مع الدلو صداقة جميلة ممكن تتحول لعلاقة، نسبة توافق 70%. الجدي مع الحوت راحة نفسية وإحساس متبادل، نسبة توافق 80%. وأخيرا تحذير الفلك لبرج الجدي، الفلك بيقولك خد بالك النهاردة من التسرع في أي قرار، خصوصا في الشغل أو العلاقات. القمر عامل توتر خفيف وممكن يخليك تتصرف بعصبية وانت مش واخد بالك. في حد حواليك بيلعب دور الطيب وهو في الحقيقة بيحاول يعرف أسرارك. فوق كده وقلل الكلام يا برج الجدي. الفلك كمان بيحذرك من طاقة حسد قوية، خصوصا بسبب نجاح أو علاقة الناس شايفاها مميزة. احمي نفسك واشتغل في صمت،
وما تردش على استفزاز. النهاردة محتاج منك هدوء، وبعدها كل حاجة هتتعدل لصالحك بإذن الله. حبايبي الغاليين، بكده نكون انتهينا من قراءة وتوقعات اليوم. استقبلوا مني كل بشارة جميلة ومفرحة بلايك واشتراك للقناة، ولو أي حد عنده أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وأنا تحت أمركم إن شاء الله هرد على كل أسئلتكم. وإلى اللقاء مع فيديو جديد وقراءة جديدة بإذن الله.